اليوم عصر سجل انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حصل اقتحام بدون أدب لبيتي صباح هذا اليوم الأربعاء من القوات الخاصة والمخابرات، وطلبوا مني أن أصطحبهم إلى المسكوبية. كانت التهمة هي تهمة تافهة في أنني سأشارك في احتفال ديني في باب الرحمة. كانت جوابي: باب الرحمة جزء من الأقصى وهو الآن مفتوح للصلاة. قالوا لي إنك خالفت أمر شرطة إسرائيلية أو محكمة إسرائيلية بإغلاقه. أجبتهم مرة أخرى: باب الرحمة جزء من الأقصى وهو لا يزال مفتوحا للصلاة. كان هذا جوابي. سئلت عدة أسئلة، كنت أردد هذه العبارة، وهذا هو موقفنا. ثم إن أي احتفال بمناسبة الإسراء والمعراج يمكن أن يكون في باب الرحمة، في داخل الأقصى، في أي مرفق من مرافق المسجد الأقصى. وهذه الاحتفالات هي احتفالات دينية ذات مناسبة الإسراء والمعراج. وعلى هذا الأساس كان موقفي. ولم تتمكن المخابرات من أن توجه تهمة لي أو أن تستحق أن تحال إلى المحاكم، لأن الأمر لم يكن أصلا بذات قيمة بالنسبة لهذه التهم، لأنها تهم باطلة. وموقفنا نحن موقفا واضحا استراتيجيا معلنا للجميع. نعم. رضي الله عنك. الشيخ هيكل المصبري بدون أي شروط، والشيخ كان موقفه ثابت وحازم ضد هذا الاعتقال، وهو إلى مرتبة إساءة استخدام القانون وتوظيفه في أهداف سياسية. أبو الأمين معك. أبو الأمين بدرش يمشي. أبو الأمين. الحمد لله على سلامتك. الله معك.